تعالوا نعمل احلى رز بخلطه ممكن تعمليه في رمضان. اول حاجه جبنا حله، رشه سكر كده على قد دايره الحله من تحت كده، يعني بترشي رشه سكر بالشكل اللي انتوا شايفينه، ولا هقول لك معلقه ولا نص، هي رشه سكر كده على قد دوران الحله بتاعك اللي انت حطاها دي على النار. تمام. بعد كده بتكرملي السكر كويس كده بالشكل ده، تستني لما يتكرمل معاكي كويس عشان يديكي اللون الرز الحلو الجميل اللي هو الرز بالخلطه الجميل. تمام. اتكرمل معايا اهو. ما تنسوش اللايك والمتابعه ومشاركه الفيديو، وتصلوا على النبي في الكومنتات. تعليق جميل منكم كمان، قولوا لي رايكم ايه في الفيديو. وجربي الرز ده بجد هيعجبك جدا. انا غسلت الرز طبعا حطاه جنبي على جنب، ولكل كوبايه رز هنحتاج كوبايه شوربه. تمام. ولو الشوربه دسمه تقدري تخففيها، يعني هيبقى نص شوربه ونص ميه. بعد ما السكر، معلقه السكر اتكرملت معانا بالشكل ده، نزلت على طول بالشوربه، 3 كوبايات من الشوربه. هنا حطيت نص معلقه قرنفل مطحون، وهحط نص معلقه قرفة مطحونة. تمام. انت حابة تحطي البهارات بتاعتك صحيحة براحتك، انا بحب البهارات تكون ناعمة، بتديني الطعم قوي في الرز، بيبقى جميل جدا. يبقى حطيت قرفة بس، وحطيت قرنفل. تمام كده. ونزلنا ب3 كوبايات الرز، وحاطين 3 كوبايات شوربة. الموضوع سهل وبسيط. وحطيت معلقتين سمنة فلاحي، بتودي الرز في حتة تانية خالص، وبتخلي طعمه في منتهى الجمال. غطيت عليها ووطيت بعد ما غلي الرز، وحطيت ورقة الفويل عشان يسوي لي الرز ده احسن تسوية. هي ورقة الفويل اللي على الوش دي، سواء للمحشي سواء للرز سواء لاي حاجه. هنا الرز بقى تمام معايا. طبعا انا كنت عامله برضو كبده مقطعوها مغسوله كويس، معلقه سمنه فلاحي، حمرت فيها الكبده مع ملح و7 بهارات فلفل اسود بس كده. وبتنزلي بالكبده دي على الرز اللي احنا عملناه. كمان تقدري تحمري المكسرات زي اللوز مثلا، قشريه في ميه مغليه وحمريه مع معلقه سمنه فلاحي، وانزلي بيه على الطبق ده، بيبقى في منتهى الجمال. جربوه. كل سنه وانتم طيبين.